أكلة المشاوي من أطيب الأكلات اللي ممكن نساويها إن كانت باللحمة أو بالدجاج، وأنا اليوم اخترتها بالدجاج اللي هي شيش طاووق. وإذا ما عنا مكان نشوي فيه أكيد ما بننحرمها، بنساويها بالبيت على أي صينية موجودة عنا. هلأ بدنا نبدأ بالطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هون 1.5 كيلو صدر دجاج، نقعتن بالخل تقريبا نص ساعة وغسلتن وصفيتن، وهلأ قطعت نص الكمية ورح كفي الكمية الباقية. وطبعا أنا القطعة قطعتها وسط، لا كبيرة ولا صغيرة، لأني بدي أشويهن على الصينية، على صينية التيفال. هلأ بعد ما قطعناهم وصاروا جاهزين، عندي هون بقية لية خروف بدي حطهم فوقن. وطبعا للتتبيلة عندي هون ليمونة مقطعة شرائح، ملح، وحبة لومي بدي اكسرها هلا وحطها فوقن. عندي كزبرة يابسة وكركم وبابريكا مدخنة وهيل وثوم مطحون وبصل مطحون وفلفل أبيض. ومن كل نوع حطيت ملعقة صغيرة، إلا البابريكا حطيت ملعقة كبيرة، وملح ملعقتين كبار. هلا بدنا ننزلهم فوق الدجاج، بس طبعا اللومي بدي اكسرها، وهي حبة اللومي كسرتها لحطها فوقن. وعندي هون ملعقة دبس فليفلة كبيرة بننزلها فوقن، وسن توم مقطع كمان بننزله فوقن، وملعقة لبن كبيرة. وهلأ بدنا نخلطهم كلهم مع بعض. وهلأ بعد ما تبلناهم بدنا نضيف لهم شوية زيت نباتي. نرجع بنقلبهم تقليبة، وهيك صاروا جاهزين. بعد ما قلبناهم وخلصنا صاروا جاهزين. رح نغطيهم ونحطهم بالبراد تقريبا من 2 ل3 ليتشربوا النكهة من كل البهارات اللي حطيناها. يجهز الشيش ويصير وقتهم. هلا رح نحضر البصل والبندورة، رح نشكهم بالعيدان الخشب. أول شي رح نقطع البندورة، وهلا هيك البندورة صارت جاهزة بعد ما شكيناها. هلا بدنا نساوي البصل. وشكينا البصلات وصاروا جاهزين. رح نشوي البصل أول وبعد البندورة، لأنه البصل بياخد وقت أكتر. رح نحطهم على النار ونغطيهم. وبعد ما طلعتهم من البراد ومضى عليهم 3 ساعات، هلأ بدنا نبلش نشكهم بعيدان الخشب. عيدان الخشب أنا نقعتهم تقريبا شي 10 دقايق بالمي منشان وقت الشوي ما يحترقوا معنا. منبلش منشكهم بهاي الطريقة، وأكيد ما بننسى قطع الدهنة نحطهم بيناتهم. وهيك خلصنا أول صينية ورح نبلش شوي. وبدها تكون النار وسط، لا قوية كتير ولا خفيفة كتير. وهلأ منحط عليهن خبزة ومنكبسهن شوي. واستوى أول وجه، هلأ بنقلبهن على الوجه التاني. وهيك ما شاء الله صاروا جاهزين. مستويين 100%. وجهزت الخبزات اللي بدنا نحط عليهن الشيش بعد ما شويناهن. على كل رغيف خبز ملقة دبس فليفلة وملقة مايونيز. نطويها بهذا الشكل. وهلأ صاروا جاهزين لحتى نحط الشيش عليهم. وشيء أكيد ما بننسى السلطة، هي من المقبلات الأساسية، والبطاطا المقلية والمايونيز. وهلأ السلطة تقريبا صارت جاهزة بعد ما قطعناها بندورة وخيار وبصل وهي البقدونس. هلأ بنضيف ملح، ملعقة ملح، ملعقة نعناع يابس، وزيت الزيتون، وشي أكيد دبس الرمان.
وأنا رح أستعمل خل العنب. وبعد السلطة أكيد البيواز، بقدونس، قطعنا البقدونس وقطعنا البصل وليمون، وهلأ بنضيف له ملح، وأكيد بنكتر السماق. وهيك بعد التعب صارت سفرتنا جاهزة. وكان الشيش طاووق مستوي والطعمة كانت كتير طيبة وكأنها مشوية على الفحم، وكان غدانا كتير مميز وطيب. وأكيد أنا بحب إنه يوسف يشاركني بكل الفيديوهات ليعطيني رأيه، وخاصة بالأكلات اللي هو بحبها. وإن شاء الله ألف صحة وعافية. شو هالمنظر الحلو ماما، وشو هالروائح الحلوة، تسلم ايدك. الله يسلمك يا سوفة. يلا دوق عنا نشوف. يلا. تسلم ايدك يا ماما. صحة وهنا يا سوفة. أحلبة. خلينا نسوي هيدا الأكلة ترند.